السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ خديجة المناوي. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي غيكون قصير. غادي نشارك معكم الطريقة ديال تحضير بيرلي منزلي سهل بزاف وبمكون واحد اقتصادي وكيجي تماما بحال هذاك اللي كيتباع واحسن. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وتخليوا لي ارائكم في التعليقات لتحت، واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش تشاركوا فيها. وكما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو، كيجي كريمي بحال اللي كيتباع تماما. نتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم وندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. فالمكون اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه اللي هو اللبن، يعني مكون واحد لا غير. غادي نحتاجو اللبن سواء ديال العبار اولا ديال العلب اللي كان متوفر عندكم. غادي ديروا الكميه اللي بغيتو. انا درت يطرو ديال اللبن، درتو في واحد الغراف وخليته بات ليله كامله حتى تجمد مزيان. ضروري كنخليوه حتى كيجمد. من بعد غادي ناخذ واحد القطعه ديال الفونسمون اولا قطعه ديال الثوب اللي تكون نقيه اللي غادي نصفيوه فيه. كندير واحد الصفاي في واحد الزلافه، من بعد كنفرشوا هذيك القطعه ديال الثوب وغادي نحطوا اللبن اللي جامد. صافي غادي نحطو ونخليه حتى يتسقطر مزيان من هذاك الماء. كنخليه واحد الليله كامله حتى كيحيد هذاك الماء كامل. كتبقى لي غير القشده اولا هذاك الجبن. كما كتشوفوا معايا وصفه سهله بزاف. هنا من بعد ما خليته حتى تسقطر مزيان من هذاك الماء، كما كتشوفوا معايا هذه هي الكميه اللي حصلت عليها ديال الجبن. وهذا الماء اللي حيدت منه انا راه عمرات لي زلافه، من بعد بدلتها في زلافه اخرى. صافي دابا غادي نكبو في واحد الاناء. هنايا باش نتحصلوا على هذاك القوام الكريمي، يعني يجي بحال اللي كيتباع. كما كتشوفوا هنا كيبان يعني راه بحال الجبن. باش نرجعوا القوام ديالو كريمي غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي نطحنوه مزيان، سواء هذا الخلاط اولا ديروه في الكاس ديال العصير الا كانت عندكم كميه كبيره. كتخفقوه مزيان. هنا كنخلطو، غادي نزيد نعاود نطحنو. كما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنتو مزيان شفتي كيفاش كيجي ناعم، كيجي كريمي. هنا الا بغيتو تخليوه بلا سكر يعني غادي تخليو الوصفه كيما هذه، تخليو ما تزيدوش السكر. الا بغيتو تضيفوا له السكر غادي تزيدوا له سكر كلاصي، الكميه على حسب الذوق ديالكم. تزيدوا شويه ديال السكر كلاصي كتغربلوه باش يجينا بحال هذاك البيرلي الزرق. غادي تزيدوا الكميه اللي بغيتو تخلطوه. صافي كنخلطو مزيان. داك السكر كلاصي راه دغيا كيدوب وكنكونوا حصلنا على بيرلي منزلي كيجي رائع. تعمروه في الكويسات. الا بغيتو تقدموه كتحليه ممكن تضيفوا عليه يعني فواكه بحال الفريز اولا اي فواكه بغيتو. كيجي المذاق ديالو لذيذ بزاف وسهل في التحضير كما شفتوا معايا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.